حاولت اني نكتب الاول بودكاست الاول برشا مرات، راني عملت برشا محاولات، وصلت راني اول تكست كتبته عنونت البلاد معناها بالرسمي عملت حاجه مزيانه فهمتني. ومشيت انه نحكي بارتيزيان مع الميكرو، مع نفرغ في قلبي ونحكي في الوضع. عجبتني برشا اول ترايس، مي حسيتك اللي فيها نيجاتيف فايب على الاخر، فيها برشا سلب، حسيت برشا نقم على البلاد من الفاصون تاع الحديث في البودكاست الكل. ولكن باش نكونوا واقعيين لقيت روحي مجبور، خاطر هذا واقع نعيشوا فيه. النقمه اللي حسيتها في مجريات الكلام تاعي حاجه مستحيل انك ما تلقاهاش عند كل تونسي، وكي تجي تشوف ما فما حتى تونسي معناه يحس معناه تجاه بلده بحتى شكل معناه من اشكال الرضا. تونسي اللي كما قلنا قبل عنده برشا عقد وبرشا سلبيات، واهم حاجه هي النقص في الوعي والحسد، وكيفاش يعني يغزر الحاجات والبروسيس معالجته الاشياء كيفاش يعالج فيها بطريقه غلطه على الاخر. برشا حاجات خلينا كما انه احنا نقمين على البلاد ولينا نقمين على بعضنا حتى، ومانيش معناها مستحق اني نبين لك مظاهر نقمه المواطن على المواطن الاخر. ومن عجيب بلادنا كما قلنا الرئيس بيدو معناها عنده قبيل من هذه النقمه في تصرفاته، هكا نولي ما نستغربوش مظاهر النقمه مشاع في بعض. هديما الرجل الأول في تونس سيد الرئيس الرو في خطابه معناه كيما تقسيم للتوانسة عبر انتماءات، هذه معايا ضدي، انت مع مصلحة البلاد، انت ضد مصلحة البلاد، يعني كما نقولوا كلها تسميات من هذيك الحزب من هذيك الجهة من درا شكون هذوكم مش معانا. يعني كما نقولوا فما مواطن درجة أولى، مواطن درجة ثانية، مواطن واحد، مواطن اثنين، أنواع. معناها هذه هو التقسيم. فرض انه مفروض شنية انه يعني خطاب الرئيس مفروض منه يكون انه يوحد الشعب، يقوي في اللحمة، يقوي في الترابط بين اطراف المجتمع. النقيض نتاع الشيء هذا هو اللي متبعه سيادة الرئيس قيس سعيد. فكما كان شاب صغير على قلناه نلقاو الشعب اللي يعاني يغرق في روحه بالسلوكيات هذي، والرئيس اللي مش لازم يعني انا نقول شنو لازم يعمل، ونشوف فيه هو زاد غطس في المستنقع نتاع الكراهية اللي كان ما خرجش منه راهو مش بتقبل نقايم. خذوها من عندي ذي الشاب الصغيرون والشباب العزوز. اما نشوف نحكي من هنا للصباح على مدار النقمة بينتي انا وبيناتنا احنا، معنا بيناتنا كعباد راهو ما توفيش. بين قوسين مش الكل راهو، اما الاغلبية واللي راهو فيه البوليس. ابدا من البوليس الناقم على ولد الحوم، يقمع في استاد يعرض مواطن في الشارع مع الشن يجردوا من الكرامة نتاعو. تيت حكم مش راجل يضرب بقه قدام ولاده، معروفة راهي الغنية نتاع سيكوندا امباير فهمتني. وحسك معناه تحس بالرسم بعد ما متوقف مع البوليس تراش باش يقول لك باش يعمل لك باش يوقفك بطاقة عليك كذا باش يعمل لك كدرجين ويوقفك فيهم، تحس معناها بالندم انك تولدت على هذه الارض الطاهرة بلادنا العزيزة معناها. ونقعد من هنا للصباح نحكي لك على سلوكيات معظم وليس كل الامنين راهو منو فيوش، وكيف زاد الناس كل تعرفها معناها، وفماش تونسي ما يعرفهمش. فهمت كيفاه في تونس بركة، ولا نقولوا البلدان اللي ما فيهاش وعي. اللي ينجح في تونس ننقموا عليه ونحسدوه ونكرهوه في النهار اللي قرر انه يعمل معناه موضوع ولا حاجه في حياته. في تونس نلقاو الموظف ناقم على الخدمه نتاعو اللي تخليه معناه كيما نقولوا موشي في كاس ضعيف الفاعليه وقليل الانتاجيه، او بالعربيه خويا فسرتهم لكم. اللي يرجع بشكون بكل بساطه يرجع مثلا على كلمات يجي ما بهي زاده مش تكون مثال زاده في هذه معروفه الاداره التونسيه من غير معناها ما ضيعك وقتك عزيزي المستمع. الاستاذ اللي هو كما احنا نقولوا يبني في الاجيال ويبني في الحلول، ومعناها عندي انا والشباب هو الحل. معناها الاستاذ ناقم على النهار اللي قرر يولي فيه معلم. ريت معلم في تونس بركه مصنفه مهنه شاق، وذيع رقم معناها ومش رقم كما نقولوا فكره ولا ايداع تهلي. استاذي العزيز واحد من اساتذتي الاعزاء قال لي في تونس ويحكي هي معناها فازا وكهاو فهمتني، ميرا ريال موجوده بالرسم مش نكته ولا حاجه يعني صحيحه، ما عنديش ارقام وكهاو. اكثر عباد مرضى بالسكر والدم في البلاد هم ثلاثه، هم ثلاثه: تكسيستيه، الاساتذه والمعلمين. تعليم مهنه شاقه ذكرتها معناها مش على حاجه باش ناكد لك الحقد والنقمه نتاع المعلم راهي منين جاي فهمتني. روتين وكذا وواحد ويقابل في تلامذه هما بيدهم اصلا معناها يبادلوا نفس الشعور نقمه، وكلها الناس كل كره بعضها اللي هو بيدو ديجا سيستم ادوكاتيف حطهم في بعض. فنحكيو عليه نهار اخر سيستم ادوكاتيف هذاك حكايه كبيره. بدينا نطولوا احنا شويه في البودكاست ونعرف فايب خايبه ما يصيرش. نحاولوا الاولاد نحاولوا اسمعون، والبنات زاد باش ما تقولوش كما قلنا معنا قبل حفاظا على عدم تطويل البودكاست. مش باش نكثر في التوصيف واحد باش تعدى ديريكت معناها خلينا نتعداو الكلام اللي انا نحب نقوله من الاخر. معناها من الاخر ريت الغايه من البودكاست هذا هي الكلام اللي قلته انا علاش ريت لي قلته كل كما نقولوا مقدمه اللي هو بودكاست كامل نحسبه مقدمه حاش باش نقول لك الكلمتين هذوم قبل ما ندخل فيهم خاطر هما سوريا شويه. فما فازا قالها فايب عجبتني على الاخر بالرسمي،
قال لك تونس سي ان دوفوار صعيب، تدوار ريزيستي، خذ دقيقتي، ديما خذ دقيقتي نرتاح واعمل غزل اشياء. الدوفوار صعيب انك تبكي وتتشكى زيت. اما يعني توا باش نحكي بالسوريو شويه و ان بو عربيه وكذا، ونحبكم توا تركزوا معايا خاطر هذا البيوت من البودكاست لكم. الحياة الدنيا راهي دار ابتلاء وامتحان دوفوار كما قلت لك. احنا توا في ابتلاء كبير عايشين فيه، وشعور نقمة والا ردة فعل طبيعية حسب فهم البودكاست. هذا الكل هو ردة فعل طبيعية تجاه المصاعب والعقبات والمشاكل واللي بروبليم اللي نتعايشوا معها كله. الله عز وجل يبتلينا، يعني يبتلي عبادها بالخير والشر، بالفقر والغنى. يعني كما نقولوا هذه كلها يعني من عند الله، حكمة من عند الله. وفي الآية معناها 35 يعني من سورة الأنبياء قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. كلها يعني كما نقولوا ابتلاءات من عند الله، اختبارات، كيف زي تصنع المعدن متاعنا. فماش مصيبة تصيبنا احنا كعباد الله واللي خلقنا ربي إلا فيها خير لنا. عرفنا ذي أو جهلناه. وش نأكد لك أن المصاعب هذه الكل نتعايشوا معها خلت الشعب التونسي والشعوب الكل كيفنا لحمها مر ونوجعوا برشا، وخلتنا قويين في برشا مجالات. شوف، ما باش ما تقولوش يعمم وتونسي اذكى مخلوق يعني تخلق. نو مش نحكي بالطريقه هذيك. فعندك مثال، انت مثلا الموظف التونسي المتحصل على شهائد عليا وعنده خبره في تونس، كي باش يدخل يخدم في خدمه باش يوكلوا له خدمه نتاع 5 من الناس. تلقى مثلا خدمه المفروض يخدموا 3-5 من الناس، يعطيوها لواحد بركه ويخدم ساعتين زايدين، ولازم يقف العرف وباش يترسم. معناتها تلقاه قبل ما يترسم ب3 سنين الترسيم ممكن ياخذ وقت من غير ما نعطيو ديتايات. اما قبل ما يترسم راهو باش يعسروه. كل سيدي كون خبره وجيتو معناها عملت دوموند لبرا يتقبل. علاش هذا ما يقولوهوش العباد، اما انا وصلت لي بطريقه ما نعمل عند عباد. ريت هو ديجا هنا مستانس، يعني كما نقولوا يخدم في خدمه 3 عباد. هذه باش تخاولوا شنو، باش تخاولوا انه يكون مثلا قوي برشا معناها في البوست اللي باش تعطيله، خاطر البوست ما مجعول لشخص واحد باش يخدم، وهو مستانس يخدم في كما نقولوا ظروف عمل نتاع حاجه يخدموا 3 عباد. يعني توفي في خدمه اقوى منه كان يخدم فيها. كما نقولوا الصعب هذا الكل خلينا كما نقولوا كفاءات. وبكل بساطه لو من غير ما نعطي امثله، انا كمجتمع بن عزوز كأي شخص نتصوره يعني يحمل الفكره نتاعي، انا اؤمن بانه لا يوجد ثغرات في الخطه الالهيه. يعني اي حاجه قد تصير اني انا نتصورها يعني تنجم تثمر نهار اخر وتصورها عندها سبب، فما حد شيء جاك. واضح هذه نحب تكون قاعده. يجب الايمان بانه لا يوجد ثغرات في الخطه الالهيه. هذه حاجه لازم نحطوها كفاكت وكرول نمشيو عليها باش نجموا نرتاحوا برشا في اي مشكله تواجهنا. مشاكلنا الاجتماعيه سواء معناها كانت مع الدوله ولا مع جاري ولا مع صاحبي زميلي صديقي اللي تحبوا انتم، وبالاصح مفهوم النقمه اللي طرحناه وفهمنا اللي هو ابتلاء وسيزول. هذيك علاش لازم نقفوا مع بعضنا وما نتعرضوش للانتكاس وما نتيحوش، وديما نقوموا لا ريزيستانس جونا به، ديما حذرين ديما موجودين. لازم ننفستيو في رواحنا نتلاقوا برواحنا بصحتنا، في قرايتنا، في ثقافتنا، في سبور، في كذا. نحاولوا اقصى ما نجموا ننفستيو في رواحنا، نطوروا، نحاولوا نتعاملوا ونتكيفوا مع الوضع. نتمشيو تكيف مع الوضع. ومن الاخر حاولوا من الحاجات تحبكم تاخذهم في البودكاست هذوما قاعدين يتقالوا من الاخر خطه الهيه والتعايش والحكايه هذوما الكل باش نجم. ما خدتش خط يدي على خدي نبكي على بختي، ما بحال في القصر وقتها يولي ما عندك ما تعمل حد شيء. سبحان الله، معناها امباير جبدناه مرتين المره هذه برشا. ديك الصحه صاحبي. ونحاولوا كما قلنا نكيفوا مع الوضع. وعلاش ليه ما نحاولوش التغيير كما نعمل انا تو. انت انا عندي اون ايدي بارتيجي فيها معكم في محاوله للتغيير، في محاوله لنشر الوعي. هذه انا فاش قاعد نعمل فيه، حاولت نتعايش، تقلقت كذا، راني نحاول نغير ريزيستانس ولاد ريزيستانس وتكيف فرض وقت، فهمتني. ونلقاو رواحنا. ولكن حاب اقول لكم ايه قرانيه صغيره زاد باش تبداو فاهمين رواحكم وعارفين رواحكم فين موضع وشنو لازم تخمم زاد. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. سوره الرعد الايه 11. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. في طون باخ. ابدا بروحك قبل، ونحاولوا كما قلت لك نتكيفوا وننفستيو في رواحنا ومحلكم الكل. بودكاست هذا جميل جدا. نتصوروا هو باش يهبط اول واحد، خاطر انا قاعد نسجل فيهم الكل. نتصوروا ذي باش يهبط هو اول واحد. في الختام ختمنا ما قلنا برشا في الختام. معناها نتمنى انه ما كتبت هذه الجمله نحب نقولها ما نحسها رسميه شويه. اتمنى انه مثل هذه السلوكيات الرديئه التي حكينا عليها والدوله الكل كهياكل ونظرتها للشعب تتغير
هذا ما أريد لكي تنهض وتكون الأقوى بلاد تونس العزيزة. فهمتني؟ يعني كتبت الجملة حبيت نقولها محليها، نحسها رسمية متاع تكتبها في آخر رسالة شو اسمها رئاسة الجمهورية. تحياتنا معناها اليوم الكل، ذكرنا الأطراف الأمنية وذكرنا رئاسة الجمهورية بكل احترام معناها، لأننا ذوما يعني الزوز كما احنا نقولوا هما الساهرين على رعاية هذا الشعب الكريم. نحاولوا الأخطاء نغيروها، نحاولوا أن نكونوا إيجابيين. نشكرك برشا إذا وصلت لي هذه اللحظة من الاستماع لهذا البودكاست الجميل. كان معكم المجتبى بن عزوز. سلام من الله عليكم.